في فيديو النهاردة هنعمل مقارنة قوية بين أقوى قناتين كرتون. هنعرض أعمال القناتين دول في تحدي ونشوف مين اللي هيفوز. حضر نفسك ودوس لايك واشتراك في القناة ويلا بينا. كارتون نتورك بدأت عندنا في الإمارات في 2010، بينما قناة نيكلوديان العربية تأسست عندنا في سنة 2008. هنستعرض أهم 10 مسلسلات كرتون للقناتين ونشوف مين اللي هيغلب التاني. ونبتدي في التحدي الأول معانا بين جامبل وسبونج بوب. تحدي صعب بين أشهر كرتونين اتعرضوا على القناة، جامبل واترسون والعالم بتاعه المدهش، وأفضل كرتون نزل في التاريخ وهو سبونج بوب. في التحدي الأول ده هنختار طبعا سبونج بوب، ده عالم استثنائي، حكايات سبونج بوب وبسيط وشفيق ومستر سلطع. لا، هنختار سبونج بوب في التحدي الأول. تاني تحدي برضو صعب جدا، معانا كرتون وقت المغامرة والولدان السحريان. وقت المغامرة جامد جدا وأجمل ثنائية أصدقاء، ستيمي تيرنر واللهجة المصرية وكوزمو وواندا. بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه. التحدي التاني هنختار الولدان السحريان. أفضل مهرجان في العالم كله. أيوة. التحدي التالت معانا بين 10 وداني الشبح. نهار أبيض على الجمدان يا جدعان، بين 10 والساعة اللي كلنا واحنا صغيرين حلمنا بواحدة زيها، ولا داني الشبح الكرتون الكرياتيف، بس للأسف ما عملوش منه أجزاء كتير، وبين 10 كمل بأجزاء ومسلسلات تابعة ليه، ده غير الأفلام. هتختار المرة دي بين 10. كما يرام، انظروا إلى هذا. والتحدي الرابع هيبقى بين أبطال التايتنز وأفاتار أسطورة أنج. بصراحة أنا مش بحب أبطال التايتنز سواء الكبار أو الصغيرين، بس حبيت أكتر أفاتار واتعمل منه أفلام جامدة جدا، اللي خلاني أحط معاه أبطال التايتنز بسبب مشاهدته الجبارة ومتابعينه. لا، المرة دي هنختار أفاتار. التحدي الخامس هيبقى بين العرض العادي وهاي أرنولد. بالنسبة لي العرض العالي كان جامد والشخصيات اللي فيه كانت حلوة، بس أرنولد كان أجمد وكان فيه قصص أحلى، وأرنولد جامد بصراحة. هنختار المرة دي هاي أرنولد. التحدي السادس معانا بين فتيات القوة والمراهقة الآلية. فتيات القوة البروفيسير ومدينة تاونسفيل، ولا المراهقة الآلية، كرتونين بناتي شوية بس قريبين من بعض، بس فتيات القوة كان أجمد، فهنختار المرة دي فتيات القوة. إذا من فعلها يا بابلز النينجا الخفي ومحطم الصعب. التحدي السابع معانا بين كلارنس وتشاودر. كلارنس كان كرتون غريب شوية وغبي، بس كان لطيف جدا وحبيناه كلنا، وتشاودر كان غريب برضه وشخصياته غريبة وكان كرتون مميز الصراحة، بس هنختار كلارنس. التحدي الثامن معانا بين كوريج الجبان وبسبس بوبي. كوريج الكلب الجبان اللي كان بيخاف من ديلو تقريبا، بس كان عكس كل ده، كان شجاع ودايما بينقذ عيلته. وبسبس بوبي الكرتون الجامد واللي فكرته حلوة جدا. بصراحة الاتنين جامدين بالنسبة لي، بس انا هختار كوريج اللي كسب معانا الجولة دي. والتحدي التاسع بين كرتون ايد وايدي وخربشات. الاتنين يعني كانوا حلوين بس ملهمش شعبية كبيرة، والكرتونين شبه بعض لحد ما، بس ايد وايدي كان اجمد بصراحة. كان في المسلسل فيه لغز كده شوية وكنت بتتفرج ونفسك تشوف حاجات معينة. هنختار المرة دي ايد وايدي. انظر، لقد زالت التحدي العاشر معانا والأخير بين العم جدو وراجراتس. العم جدو الشخصية اللطيفة اللي بتحب تساعد الأولاد وبتحب الخير دايما ورسوماته الغريبة، وراجراتس كان من كلاسيات نيكلوديان وكان جامد بصراحة، بس أنا هختار المرة دي راجراتس. كده ال10 تحديات خلصوا معانا، ودي كانت اختياراتنا والصدفة في النتيجة في الآخر. قناة كارتون نتورك 5 وقناة نيكلوديان 5، التعادل بين القناتين. كده يبقى وصلت لاخر الفيديو. لو عجبك دوس لايك واشتراك في القناة وقول لي رأيك في الكومنتات عن الفيديو. سلام.